السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، يا رب دايما كده تكونوا بخير وفي راحة بال. نبدأ كده كلامنا بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة بقى وصفة جميلة جدا وأقرب وصفة تعتبر لقلبي بجد. لما أقول لكم أكتر وصفة قريبة لقلبي تعرفوا إن هي وصفة جميلة جدا، مش هتاخد معاكم أي وقت. وعدتكم الفترة اللي فاتت إنها هعمل معاكم حلويات كتير ووصفات كتير في الطاسة، يعني ما تاخدش وقت معانا ولا هنستخدم فرن ولا اي حاجة. هنعمل بجد احلى اشطوطة او كيكة تريتشا اللي بتبقى مسقية بالحليب مع صوص كراميل جميل جدا وبكل سهولة وبكل بساطة. بس اتمنى من قلبي اللي لسه اول مرة يشوفني ما ينساش بس الاشتراك كده ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة كده عندي كوباية من السكر، عليهم 3 معالق كبار من المية، وهبدأ ان انا اسيبهم على نار هادية كده لحد اول لما ياخد لون معايا ذهبي. هبدأ ان انا اخش على الخطوة اللي بعد كده. نار هادية علشان السكر ما يتحرقش منك. واول لما ياخد اللون الجميل ده معلقة كبيرة بقى من الزبدة، وهبدأ ان انا احطها على السكر لحد اما الزبدة تسيح معايا خالص. محضرة عندي مية مغلية. صوص الكراميل ده عملناه قبل كده، كانت في الكيكة وكان بجد كان طعمه حلو قوي. اعتمديه في اي حلويات في اي كيكات بجد حلو جدا. عندي بقى كوباية هنا مية مغلية، لازم تكون مية مغلية علشان تساعدني ان ما يكونش فيه تكتلات في الكراميل بتاعي. اول لما بحط اصلا الكراميل المية المغلية كده، عفوا، اول ما بحط المية المغلية كده خلاص ما بلاقيش اي تكتلات ولا اي حاجة والسكر بيدوب معايا. هنا معايا كوباية الا ربع من المية العادية ومعاهم معلقة كبيرة من نشا الذرة، وهبدأ ان انا اقلبهم كده. واول لما الكراميل اللي يبدأ ان هو يدوب خالص وما يكونش فيه اي تكتلات هضيف المية بالنشا دي. اول بقى ما الاقي الكراميل بتاعي كده لونه بدأ ان هو يغير خلاص، بضيف بقى ظرف من الفانيليا وابدأ ان انا اقلبهم لحد اما النشا بتاعي يستوي خالص ويديني القوام اللي انتوا شايفينه ده. لازم كده يبقبق شوية كده علشان اضمن ان النشا يكون مستوي معايا وما يكونش فيه طعم النشا خالص موجود في الكراميل بتاعي. ياخد شوية كده مع نفسه كده يستوي، وبعد كده هطفي عليه. اهم حاجة ان انا هسيب الكراميل كده يهدى على جنب، لان لازم وانا بستخدمه يكون بارد تماما عشان ما يسيحليش الكريمة اللي بتبقى الطبقة اللي تحت الكراميل. تعالوا بقى نعمل احلى كيكة هشة وجميلة جدا وبمكونات بسيطة جدا وكمان ببيضة واحدة بس. معايا هنا بيضاية وتكون بدرجة حرارة الغرفة، وحطيت عليها ظرف من الفانيليا. حطيت كمان ربع كوباية من السكر. كل ده وانا بقلب كده عايزة السكر ان هو يدوب خالص. بعد كده بحط ربع كوباية من اللبن اللي هو الحليب، وبعد كده ربع كوباية من الزيت. اظن كده ان المقادير سهلة وتتحفظ، وبجد مقاديرها بسيطة قوي وموجودة في اي بيت. عندي بقى هنا نص كوباية من الدقيق، نص كوباية بس من الدقيق اللي هو لجميع الأغراض. هبدأ ان انا انخله مع معلقة كبيرة كده من البيكنج باودر، بس مش كبيرة مش مليانة قوي يعني، ورشة بسيطة خالص كده من الملح. هنضيف كمان حاجة كده هتخلي الكيكة بتاعتنا هشة واسفنجية وجميلة جدا. ايه هي؟ هقولكوا دلوقتي. بجد حركاية كده وتكتاية جميلة جدا وبتفرق اوي في الكيك. معايا هنا نص معلقة صغيرة، يعني حوالي كده ربع معلقة من الكربوناتو، وحطينا عليها معلقة صغيرة من الخل. واول لما بقلبهم مع بعض بيديني فوران كبير كده، بقوم ضيفاه على الكيكة بتاعتنا. وبعد كده بقى بقلبه، وبجد الخطوة دي بتفرق جدا في الكيك. عشان كده بقول لكم ما تروحوش مني في اي حتة، الفيديو كلاته كده حاجات حلوة تكتاك في قلب. نص الفيديو لازم تكونوا لازم تكونوا يعني الكلمة راحت من دماغي. لازم تكونوا واخدين بالكم يعني من كل حركة انا بعملها. هنا بقى عندي طاسة. تاني حاجة بقى واهم حاجة برضو وهتفرق معاكي في الكيكة بتاعك وفي علوها برضو، ان الطاسة بتاعك لازم تكون سخنة. سخني الطاسة قبل ما تضيفي الكيك فيها، لان الكيك معروف ان هو بيدخل على فرن سخن وبتقفلي عليه.
هنا بقى نفس النظام، هنسخن الطاسة بعد ما دهناها من الزبدة او السمنة، وبنضيف الكيك بتاعنا وبنغطي عليه لمدة 3 دقايق، وبنشوفه كده لو استوى خلاص تمام كده. وانت بتكشفي الغطا من عليه بتكوني بشويش كده، وما تدهاش صدمة قوي علشان الكيكة ما تهبطش منك. هنا خلاص كنت بختبرها وهي كانت خلاص مستوية وواخدة لون جميل جدا. بس في حركة بقى يفضل انكم تعملوها اول لما بتطفوا على الكيكة كده وبتشيلوها، حاولوا تبردوا الطاسة، يعني تحطوا الطاسة من تحت كده، تحطوها في مية ساقعة او في اي حاجة عشان تبرد. الكيكة زي ما انتوا شايفين كنت سايباها جميلة جدا ولونها حلو قوي قوي وبجد مظبوطة. بعد عما خلصت بقى وخلصتها يعني وجينا ناكلها لقيناها اغمقت شوية كمان من تحت. حطينا عليها بقى كوبايه من اللبن، معلهوش اي سكر ولا اي حاجه، وسبناها تتشرب مع نفسها، ولازم تبرد قبل ما نحط الكريمه بتاعتنا. نخش بقى في الكريمه بتاعتنا. عندي نص كوبايه من الكريمه الساده، وطبعا الكريمه بتاعتي معلهاش سكر، لو عليها سكر ما تضيفوش سكر. حطيت عليها معلقه كبيره من السكر، وكمان حطيت عليها كوبايه من الميه المتلجه او اللبن المتلج. هبدأ بقى ان انا اقلبهم كده. بصراحة المضرب الكهربائي بتاعي بايظ يعني، فقلت طيب خلاص بدل ما اعمل بايدي واتعب نفسي انا هجرب في الكبة. وفعلا الكبة سهلت عليا الامور خالص، يعني طلعت حلوة والله. عملتها بقى في الكبة وطبعا كمية المية على حسب نوع الكريمة. ممكن تجيبي كيس كريمة من اللي هو بيجيب من السوبر ماركت برضو عادي، مفيش اي مشكلة، اي نوع كريمة متوفر عندك. بجيب بقى كده حوالي معلقتين كبار كده، بحطهم في كيس على جنب، اي كيس حلواني كده او كيس تلاجة، في كيس على جنب عشان نبقى نزين بيهم في الاخر. بجيب بقى الكيكة، اهم حاجة تكون بردت تماما، والطاسة تكون بردت تماما عشان ما تسيحليش الكريمة. خدوا بالكم من الحاجات الصغيرة دي بتفرق فعلا. هبدأ بقى ان انا اساوي الكريمة دي على الكيك بتاعي، وبعد ما اسويها خالص هدخلها بقى الفريزر كده تجمد حوالي كده ربع ساعة ولا حاجة قبل ما نحط الصوص الكراميل بتاعي، اللي هو اكيد اصلا خلاص كان بارد معايا. زي ما انا قلت ما ينفعش اول حاجة ابتديت بيها وهو صوص الكراميل عشان ما يكونش سخن، لو كنت حطيته سخن كده كانت الكريمة باظت معايا والدنيا اتبهدلت. في خطوة كمان انتبهوا بيها وانتوا بتحطوا صوص الكراميل كده على صوص الكراميل على الكريمة بتاعتكم. ادوهم تقليبة كده الاول، قلبوها وما تحطوش بالطبق زي ما انا عملت كده علشان ما ينزلش معاكي مرة واحدة في جزء واحد. اديله بس كده تقليبة واحدة كده قبل ما تحطوه علشان يكون سلس معاكي ويكون سهل معاكي وانت بتسوي بيه الكيك. حاجات كده وانا بعملها يعني بنصحكم بيها عشان تطلع معاكم النتيجة احسن مني مليون مرة. بجد انا كنت النتيجة مرضية تماما بطعمها وشكلها وكل حاجة فيها. اكتر حاجة كده بعشقها وبحب ان انا بعملها، بحب الكيكات اللي هي بتبقى مسقية اللبن الساقع ده، بتبقى باردة كده بتنزل على القلب مش في المعدة، بجد بتكون رطبة كده وطعمها حلو بالذات في الصيف اللي احنا فيه ده. بجيب بقى الكريمة، معلقتين الكريمة اللي انا عنتهم على جنب، ببدأ ان انا اعمل خطوط بالعرض، وبجيب بقى اي خلة او اي عصاية من بتاعة الشطووك، اي حاجة موجودة عندك، وبعمل خطوط كده يمة اليمين، اللهم اجعلنا من اهل اليمين. وبعد كده بعمل خطوط عكسها. لازم بقى تتحط في التلاجة، حطها بقى ساعتين 3 كده لما الصوص الكراميل يجمد كده والكيكة وكل حاجة تشرب من بعضها. سيبوها ساعتين 3 كده لما تاخد من بعضها عشان تديكي نتيجة حلوة ومضمونة. بطلعها بقى كده بتكون جاهزة معايا وفي قلب الطاسة، ما غيرتهاش، ما فيش مواعين، ما فيش بهدلة، ما فيش وقفة كتير في المطبخ. وزي ما انا كنت وعدتكم كده قلتلكوا هعمل لكم وصفات كتير في قلب الطاسة وما تاخدش معاكم وقت. خلوكوا بقى كده معايا وشجعوني كده باشتراك بسيط ولايك وتعليق حلو عشان تشجعوني واجيب لكم وصفات اكتر واكتر باذن الله. هنا بقى خلاص كانت بردت وجاهزة بقى كده على الاكل، وعايزة اقول لكم انكم هتاكلوا احلى وصفة ممكن تاكلوها في حياتكم من غير جهد ومن غير تعب ومن غير وقفة كتير في المطبخ، واهم حاجة كمان من غير مواعين. هنا بقى بزود اللبن الساقع البارد ده مع الكيكة، طعم في حتة تانية بجد، بتاخدي قطمة ورا قطمة ورا قطمة،
ما بتحسيش بيها من كتر ما هي خفيفة جدا. بألف هنا اللي يجربها، وان شاء الله تطلعها احلى مني مليون مرة. استنوني بقى الفيديو الجاي، احلى اخوات في الدنيا. اسيبكم كده في رعاية الله، وربنا يحفظكم ويسعد قلوبكم. مع السلامة، احلى اخوات في الدنيا. سلام.